يا مساء الخيرات على كل اهلاوي واهلاويه في المجره. معاكم شريف، ارجو دعمي بالشير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وعندك لينك الفيسبوك في اول كومنت، خش اعمل لي فولو وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس ونواجه اعلام الزملكاوي المنحاز. ويلا بينا نخش بسرعه عشان نرد فيها على التحوير والتدليس والكذب والتهليس. ابراهيم عبد الجواد انا جاي ارد على كام حاجه كده. ابراهيم عبد الجواد قالها. ابراهيم عبد الجواد طلع وقال كان بيطلع يعني بيمجد في نادي الزمالك زي عادته يعني، وتقريبا هو عامل البرنامج بتاعه او الاستوديو وقاعد يعني مشغله نادي الزمالك يعني. طيب كان بيقول في ايه؟ كان بيقول ان نادي الزمالك اللي عمله ده هو يعني نوع من انواع التضحيه، وان كل النقط اللي خسرها وكل العقوبات اللي صدرت ضده وكل يعني كل البهدله اللي حصلت له دي كانت في سبيل تنظيف الكوره المصريه. انا جاي لك النهارده بشويه حاجات والله هتبسطك وفعلا هتاكد كلامك. طيب بكمله الهبل برضو وزي ما قلت التهليس والتهليل والشغل بتاعهم ده والضحك على الدقون. خالد الغندور طلع وقال ان فكره ان اتحاد الكوره ماشي اخر الموسم ده كده يعني بيأكد يعني بكلامه او كلامه هو ان هو ان نادي الزمالك سوري عمل اللي في دماغه وانتصر وحقق مطالبه والشغلانه دي. طيب يعني على المتعارف عليه عند كل الناس الكبير والصغير الرايح والجاي، كل الانديه كل الانديه ان اتحاد الكوره كل 4 سنين بيعمل انتخابات. فشهر 8 الجاي هيتم انتخابات الاتحاد، ففي اول 9 الاتحاد مش هيكون موجود، هيبقى في اتحاد جديد. طيب هل بقى ده ليه علاقه بالزمالك؟ هل ده نوع من انواع انتصارات الزمالك؟ طيب هل ده في يعني نوع من جهد نادي الزمالك؟ يعني مثلا نادي الزمالك اللي هو يا جماعه اعملوا الانتخابات، احنا اتخنقنا، الاتحاد ده ما بيعرض لناش يا عم. طيب ماشي. فده بالنسبه لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره كله ماشي واي حد له علاقه بيه ماشي. اتحاد الكوره ماشي. الرابطه هتمشي ليه؟ الرابطه هتمشي يعني الحاج عامر حسين هيمشي، يعني اللي كانوا عاوزينه هيمشي. طيب هيمشي ليه؟ لان كل موسم آه، الرابطه دي بتخلع، يعني بيجي رابطه بيجي ناس غيرها كل موسم، بيتم انتخاب رابطه او بيتم انتخاب مجلس جديد للرابطه. طيب فده ملوش اي علاقه بالزمالك. واي حد يقول لك او اي حد يقول ان ده في اي نوع من انواع انتصارات الزمالك، اعرف ان هو بيكذب عليك او بيحور عليك او عاوز من الاخر ايه يعني يقول اي كلام وخلاص. وده يعني ندل على شيء، ندل ان الناس دي بتستخف بعقول جماهير الزمالك، والكلام ده موجه لجماهير الزمالك دلوقتي، ان الناس دي بتستخف بعقولكم. الناس دي شايفاكم ناس يعني معلش ما بتفهمش حاجه. ما هو اللي يقول لك الاتحاد ماشي وانا اللي ممشيه وهو اصلا داخل على انتخاباته كده كده ماشي يا باشا، ده بيضحك عليك، ده بيستهيفك، ده مش حاطك في دماغه اصلا. طيب ده بالنسبه لاعلام الزمالك الهبيد، انا بحب اقول عليه كده اعلام الزمالك الهبيد. طيب انا جايب تسريبين يعني حلوين قوي يعني، وبصراحه جهد، واتمنى يعني اللي هو يكون ايه في دعم على الجهد ده. يعني مثلا ما عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك. بتتفرج من غير ما تعمل لايك انزل اعمل لايك وتعالى اتفرج تاني عادي. ايه هما بقى التسريبين دول؟ تسريبين. اول تسريب داخل كان في اجتماع من شويه في مجلس اداره الزمالك او مع مجلس اداره الزمالك. الاجتماع ده كان فيه او من ضمنه قرار بلعب ماتش سيراميكا اللي جاي. طيب في 2 من مجلس الاداره دول او من مجلس الاداره ده يعني كانوا معترضين على فكره اللعب في ماتش سيراميكا اللي جاي، وباقي المجلس موافق. احنا هنلعب الماتش ده. طيب ليه بيقولوا عايزين نلعب ومش عايزين نلعب؟ وليه اللي فيه الاختلافات دي؟ ليه؟ اولا لان انا هكلمكم بعقل الاتنين يعني على حسب اللي وصل لي. اللي بيقول انا مش هلعب او انا مش عايز العب ماتش سيراميكا اللي جاي هو من الاخر مش عاوز يبوظ البروباجندا اللي حصلت، الصواريخ اللي اتضربت ونادي الزمالك ده نادي صاحب مبادئ ومش بيوافق على المهازل ومش عارف ايه وبتاع والشغل اللي عملوه ده. الناس عايزه تكمل في نفس الكذبه. ولو هم
لو هم فضلوا مكملين على نفس الموضوع وما ما كملوش او ما كملوش التمثيليه دي وما لعبوش، يعني هيحطوا نفسهم قدام الايه يعني القطر. ليه؟ لان انت هتفرض عليك عقوبات تانية غير العقوبات المفروضه عليك. وبالمناسبه في عقوبات اتفرضت جديده بخصوص انسحاب ماتش الاهلي هكلمكم فيها، بس هنرجع لنفس النقطه. فهيتفرض عليه عقوبات جديده وهيبقى قريب جدا من الهبوط. طيب ده بالنسبه للناس اللي بتقول انا مش عايزه العب. يعني انا بكلمكم هو ايه وجهه نظره، هو مش عاوز يبوظ الدنيا بس في نفس الوقت هو يلبس نفسه في الحيطه. طب تعالوا بقى نكلمكم عن الناس اللي موافقه ان هم يلعبوا الماتش. الناس بتتكلم بمبدا ان احنا خلاص عملنا اللي احنا عايزينه وهربنا من ماتش الاهلي واحنا ما كناش هنلعب ماتش الاهلي وخلي بالكم في التسريب الجاي انا يعني هقول ما يدل على اللي انا جاي اكلمكم فيه دلوقتي او اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي. يعني عايزين زي ما قلت لكم خلاص هربوا من ماتش الاهلي وهربوا من الكارثه اللي كانت هتحصل وخلاص يا باشا هنلعب واحنا مش فاهمين عقوبات تانية ومش فاهمين مصايب تانية فيلا نلعب الماتش. طيب التسريب التاني بقى اللي بيأكد على التسريب الاول، وهو ان في خطاب راح من الزمالك في الدرة لرابطه الانديه بخصوص مشاركه اللاعب محمد شحاته. طيب بيستفسروا عن لعب محمد شحاته ليه؟ علشان يلعبوا بيه ماتش سيراميكا الجاي. الخطاب كده على فكره. معنى كده ان هو هيلعب في ماتش سيراميكا اللي جاي. معنى كده ان هو كانت مشكلته مع نادي الاهلي بس. معنى كده ان هو عدى ماتش الاهلي وخلاص حصل اللي حصل ويلا بينا يا باشا نكمل الايه الدوري، او يلا بينا نكمل ايه الماتش. من اللي حصل خلاص وانسحبنا وهربنا من الايه من البلاوي السوداء اللي كانت هتحصل. طيب كلام من جوه النادي نفسه. طب يعني من جوه النادي، من جوه نادي الزمالك فعلا نادي الزمالك كان خايف يلعب من نادي الاهلي. كان خايف يقف قدام نادي الاهلي. ليه؟ لان اولا نادي الاهلي عنده اصابات نادي الزمالك عنده اصابات ومش قادر ان هو يلعب ومع النادي الاهلي في ظل لعيبه النادي الاهلي حاليا مش هيقدر ان هو يتأقلم مع الماتش ويحقق نتيجه ترضي الجمهور. فكان هيبقى في صدام مع الجمهور لان نادي الزمالك لحد دلوقتي بيعاني من 6-1. ما بالك بقى لما يتهزم هزيمه ساحقه فالجمهور بقى ايه يقوم وما يقعدش ويقوموا خابطين في مين؟ في بقى مجلس الاداره ولاعيبه الكوره وحسين لبيب وغيره 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 وغيره. طيب فاحنا يعني لو بصينا على الموضوع كده في المجمل هنلاقي ان نادي الزمالك خسر من كل النواحي. خسر من كل النواحي. مفيش جهه استفاد منها. خلي بالكم انا بتكلمكم في العقوبات انا لسه ما كلمتكوش في العقوبات بتاعه النادي الاهلي صحيح، بتاعه اللي اتفرضت على انسحاب من النادي الاهلي. 100,000 جنيه غرامه عشان كان في بند اللي هو هيتم عقوبة مالية اللي تحددها مجلس إدارة الرابطة. اتحددت وهي 100,000 جنيه، غير إن هيتم عرض كل من له صلة بالقرار أمام مجلس إدارة الرابطة لاتخاذ إيه؟ قرار إيه قدامهم. ده دي عقوبتين إكسترا على العقوبات الإيه؟ اللي فاتت. طيب فزي ما قلت نادي الزمالك خسر من كل الجهات ومفيش جهه استفاد منها. قعدوا يقولوا احنا هربنا واحنا مش موافقين واحنا مش عارف ايه وبتاع، والجمهور هل الوزات معاه وقال لك يا احنا ابطال احنا ما بنوافقش على المهزله والمساخر اللي بتحصل يا باشا احنا صح واحنا فخورين بمجلس الاداره. طيب مجلس الاداره دلوقتي قدام مشكلتين. الاولى ان هو لو لعب قدام ماتش سيراميكا اللي جاي هيبقى بوظ كل اللي عمله لانه كده هيبان انه خايف من النادي الاهلي بس. دي اول حاجه، فكده ناحيه الجمهور ادي باظت. لو ما لعبش ماتش سيراميكا اللي جاي الرابطه هتفرض عليه عقوبات تانية. ده غير انه هيبقى ماده للسخريه. ده غير ان هو ممكن يهبط. طب ادي ناحيه الرابطه. تعالوا نشوف بقى من الناحيه الافريقيه. مش هيشارك افريقيا خلاص، وعامه صورته افريقيا هتبوظ خلاص. طيب ده ده المجمل اللي حصل في نادي الزمالك والمدعكه اللي دخل فيها وما عرفش يخرج. وده يقول ان نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك ما عندهاش نظره في قراراتها. يعني حاجه كده مش عارف اقول ايه، بس عشوائيه في القرار. محدش عارف ياخد اي قرار. طب القرار ده بنيته على اساس ايه؟ معرفش بس هاخده. طيب هيؤدي الى ايه؟ معرفش برضو بس انا ماشي ببركه ربنا عامه. طيب ماشي، تعالوا بقى نخش في الموضوع المهم واللي يمس نادي الاهلي قوي. يعني المنتخب الاولمبي عايز لعيبه.
وده طبيعي لان هم داخلين على بطوله اولمبياد باريس، فاللي هو ايه يعني عاوز يمشي حاله بلعيبه كويسه. اتعرض على لعيبه مصريين من الدوري المصري، ومكالي شاف الانديه المصريه وقال انا عايز واختار اللعيبه اللي هو عايزهم بالفعل. واحنا هنتكلم هنا بالاخص على نادي الاهلي. اختار امام عاشور، عبد المنعم، ويا الشناوي يا شوبير، لسه محددش. طيب المشكله فين؟ المشكله ان اولا كولر معترض، وده حقه ومحدش يقدر يختلف على ده. ليه؟ لان اولا نادي الاهلي حاليا بينافس منافسه شرسه في الدوري. اولا هو بيلعب على نقطه، وفكره انه يلعب على نقطه دي مشكله. هو ما عندوش الرفاهيه اللي يديك لعيبه هو مطمن ان هو يعني مش مهم، هو كده كده كسبان الدوري. هو حاليا هو بينافس منافسه شرسه على ايه؟ نقطه عشان يكسب الدوري. طيب كولر مش عاوز او رافض ان هو يدي الثلاث لعيبه او يطلع الثلاث لعيبه، وفي نفس الوقت ميكالي عايز اللعيبه. الاثنين عايزين اللعيبه. طيب انا هتكلم من وجهه نظري. اولا انا مش معترض خالص، مش معترض خالص، لا على ده ولا على ده. انا هتكلم بالصح والمنطق. اولا انا ما ينفعش دلوقتي كنادي اهلي في فتره مش ما يسمحش فيها بالتقصير من لاعب معين، ما بالك انت عايز تمشيه او مش عايز تمشيه، عايز تغيبه. انا لا اسمح بده حاليا. ليه؟ لان زي ما قلت لك في منافسه شرسه على نقطه واحده، فانا ما ينفعش ان انا يعني اهرج في وقت زي ده. ده غير ان انا ان انا ممكن اديك بدايل، في بدايل ممكن انت تدور فيها، ودي مشكله عند ميكالي او عامه في جهاز المنتخب الوطني، المنتخب الوطني الاولمبي. دي مشكله عنده لانه ما بيدورش في البدايل. يا باشا عايز لعيبه اساسيين من عيني، بس مش دلوقتي. ليه؟ زي ما قلت، لان منافسه شرسه جدا وصعبه جدا على النادي الاهلي، والاهلي ما عندوش رفاهيه. ده غير ان انا عندي بدايل، يعني عندي بدايل في الاهلي، عندي بدايل في الزمالك وفي كل الانديه. طيب وخلي بالك المبدأ ده مش النادي الاهلي اللي معترض عليه بس، لا ده كل الانديه. يعني كل الانديه دلوقتي بتلعب في وقت صعب. انت بتحسم الدوري حاليا، انت بتحسم الدوري مين اللي هيهبط، مين اللي هيبقى في مين اللي هيبقى في المربع الذهبي. محدش من الاخر عايز يسقط دلوقتي. فالمبدأ مرفوض من عند كل الانديه مش النادي الاهلي بس. ومن ناحيه المنتخب الوطني طبعا ليه كل الحق ان هو يختار ويفاضل في اللعيبه في الانديه المصريه، ولكن مش بالشكل ده. يعني انا مثلا ما ينفعش اجي اقول لك خبط على واقول لك انا عايز دول دلوقتي. لا يا باشا، في تنسيق. يعني ايه في تنسيق؟ يعني مثلا انت قبلها بفتره مقرر انت هتاخد دول ولا لا. هل مثلا انت محدد بدايل للعيبه دي ولا لا، في حين ان مثلا اللاعب ده ممكن يكون مصاب. مش هقول لك يا سيدي دوري وبتاع، لا يا باشا هو مصاب، فمين البديل بتاعه؟ انت عايز النهارده امام عاشور جاله رباط صليبي، مين البديل اللي انت هتعوزه؟ طب انت مش عايزه دلوقتي ليه؟ فمفيش تنسيق، مفيش تنظيم. فدي الفكره. ده غير زي ما قلت ان هو لازم يحط بدايل. ما ينفعش اختار لعيب في وقت صعب. عارف لو في نص الدوري وانا زي ما قلت او انا زي ما قلت حاسم الدوري، خلاص يا باشا من عينيا خد، ما يغلوش على المنتخب الوطني. بس انا في وقت صعب. فمفيش اي مدرب، انا بتكلم بعيدا عن الانتماءات على فكره، انا اهلاوي او بدعم المنتخب او بعيدا عن ده، انا بتكلم من وجهه نظر مدرب. انا لو عندي الرفاهيه مفيش مشكله هديهم لك، ولكن حاليا لا، صعب. فمن الاخر يعني ده معترض وده معترض، واحنا مش عارفين الموضوع هيخلص على ايه. بس انا بتكلم ان الصح لا يا باشا، دور على بديل وخده، لكن حاليا صعب. وعلى فكره انا بس عايز اقول لكم على حاجه، ان هو لو خلى اللعيبه دي، يعني هو عاوز دلوقتي يخرج اللعيبه اللي قال عليها اللي هم الشناوي سوري اللي هم الشناوي وشوبير وعبد المنعم وامام عاشور. عاوز يطلعهم في في معسكر، ولسه اصلا بدري على البطوله. يعني هو لسه فاضل حبه حلوين على البطوله. فانت عايز تطلعهم دلوقتي ليه؟ ده لسه بدري. تمام. ف فلو انت سبتهم في الماتشات الحاليه، اولا هم بيلعبوا ماتشات بشكل صح قوي، ان هم بيلعبوا تحت ضغط وبيلعبوا ماتشات رسميه وبيلعبوا منتهى الجهد. فبالتالي يعني هو كده كده برضه بيلعب لك. يعني هو حاليا هو الموضوع في مصلحتك. يعني لو انت سيبته يلعب في الدوري هو هيجي لك طازه، انت مش محتاج بقى تعمل له معسكر تاهيلي هو يا باشا هو في معسكر مغلق حاليا. بس فاتمنى الخير طبعا للمنتخب الوطني والنادي الاهلي فيما بعد. ان شاء الله النهارده كان المران الاخير للنادي الاهلي عشان بكره باذن الله ماتش الاهلي وفاركو الساعه 7 مساء. يقال ان وسام ابو علي بكره هيلعب، بس مش هيلعب اساسي.
ليه مش هيلعب اساسي؟ لان كولر مبدأه ان هو ما يلعبش بلاعب مصاب اساسي، يعني هينزله بديل، ممكن مثلا يلعب بيه مثلا اخر نص ساعه او حاجه. طيب مين اللي هيقود الهجوم بكره؟ باذن الله كهربا. اتمنى الفوز النادي الاهلي، واتمنى ان هو يعني يكمل مسيرته نحو الوصول للمركز الاول وياخد 3 نقط، واتمنى كل الخير، واتمنى تكون الرساله وصلت. شكرا.